السلام عليكم. طبعا عارفين ان شاء الله ان يوم عرفة، وقفة عرفة ان شاء الله يوم الخميس، والعيد بمشيئة الله يوم الجمعة، وكل عام وانتم بخير. بس تعالوا بينا نتكلم شوية عن يوم عرفة ده ونعرف ايه فضل صيام يوم عرفة. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه، والحديث عند مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة او صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والتي بعده. يعني اللي يصوم يوم عرفة ربنا بيكفر عنه ذنوب سنتين. تمام، ده الحديث. طيب، ولكن انت لو صمت يوم عرفة بالشروط اللي هقول لك عليها وبالصفات اللي هقول لك عليها وصيام صحيح، انت كده عملت سنتين جامدين كويسين جدا. كده انت صمت سنة اثنين وخميس، دي اول سنة، صمت صيام يوم الخميس وكمان يوم عرفة، فانت كده عملت ايه؟ سنتين وحاجة زي الفل. طب كويس. الحاجة التانية انا عايزك تاخد بالك منها، ان في اصناف من الناس لا يقبل منهم صيام يوم عرفة. وانت خد بالك انت لسه طالع من رمضان، بقالك مثلا شهرين كده، شهرين وايام طالع من رمضان، يعني اكيد عملت ايه؟ ذنوب. كلنا عملنا ذنوب، فاغسل بقى الذنوب. غسلتها في رمضان ورجعت اذنبت، والتوبة اللي انت كنت بينك وبين ربنا رجعت فيها شوية، معلش كلنا اخطاء وكلنا ضعفاء وكلنا ذنوب، جدد التوبة تاني. فاخد بالي من الاصناف اللي اقول لك عليها دي. ايه هم؟ رقم واحد: من ترك صلاة العصر في صيام يوم عرفة لم يقبل منه ايه؟ الصيام. الكلام ده من عندي؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. اللي يترك صلاة العصر بدون عذر شديد يحبط عمله. طب والصنف الثاني؟ الصنف الثاني أقول لك عليه بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله، أنا مسلم، وأنك رسول الله، صليت وصمت وزكيت وذكرت ربنا وعملت كل حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل فبيقول للصحابة: من مات على ذلك، اللي عمل ده ومات على الأسلوب ده ومات على الصفات اللي عملها الرجل ده الصحابي ده، كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وربنا في آخر الآية بيقول إيه؟ وحسن أولئك رفيقا، ودول أحسن ناس وفي أحسن مكانة. بس إمتى؟ ما لم يعق والديه. يعني الشاهد من الكلام بتاع ده كله إن اللي يترك صلاة العصر عمله محبط، خلاص ما يقبلش منه صيام ولا صلاة ولا حاجة. تاني حاجة: اللي يعق والديه في يوم عرفة للأسف ما يقبلش منك صيام. طيب، الشيء الثالث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بجبال كجبال تهامة. إيه ده؟ يأتون بحسنات كجبال تهامة. لعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة، حسنات كتير خالص، فينفخ الله فيها فيجعلها هباء منثورا. ليه يا رسول الله الناس دي حسناتها ملاش لازمة؟ هؤلاء الناس كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تيجي يوم عرفة تمسك موبايلك وتبحث على مواقع قبيحة وغيبة ونميمة والنظر إلى ما حرم الله والسماع لكل شيء حرام والتلفظ بأساليب وكلام وسب وإلى آخره. ده يوم مش قادر تستحمل 24 ساعة، ما فيش 24 ساعة، 15 16 ساعة هتجدد فيها توبة مع الله، وربما تكون حسن خاتمة لك وتكفر عنك ذنوب سنتين. فاتقوا الله في أنفسكم، لأن صيام يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده. فاللهم يا ربي تقبل منا صيامنا وتوبتنا واعفو عنا يا كريم. لا تنسونا من صالح دعائكم، ولكم بالمثل كل عام وأنتم بخير وإلى الله أقرب وعلى طاعة أدم. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيد مبارك عليكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية يا رب العالمين. السلام عليكم.